فنان مختلف في كل حاجة، كفاية ان نشوفه على الشاشة علشان نشعر بالبهجة. مخلاش ادوار معملهاش في المسرح والتلفزيون والسينما، وفي عز شهرته فاجئ الجمهور والوسط الفني برحيله بدون مقدمات، وساب فراغ كبير ما قدرش حد يلمه لحد دلوقتي. خلونا نتعرف عن صندوق اسرار نجاح الموجي. اسمه الحقيقي عبد المعطي، اللي بقى اسمه نجاح الموجي. اتولد في ميت كرامة في محافظة الدقهلية، وهو اسمه بالكامل عبد المعطي محمد الموجي. حصل على بكالوريوس المعهد العالي للخدمة الاجتماعية. اتوظف في الحكومة، بس بعد شغله في الفن كان بيشتغل وقتها رئيس للوحدة زفتة الاجتماعية لغاية ما وصل لوكيل وزارة. اتجوز نجاح الموجي ست من خارج الوسط الفني اسمها عائشة عوض، كانت بتشتغل موجهة في التربية والتعليم، وخلف منها بنتين. الأولى أيتن كانت بتشتغل مذيعة في قناة الفضائية المصرية، والتانية اسمها شيماء وبتشتغل في العلاقات العامة في أحد شركات السيارات الفرنسية. المذيعة أيتن الموجي بنت الفنان نجاح الموجي حاول غفير الفيلا الخاصة بيها بمنطقة الشيخ زايد القضاء عليها سنة 2009 لما انقضى عليها بقطعة من الحديد وزنها 10 كيلو على وشها، ووشها اتهشم بالكامل، وعملت 7 عمليات، واتحكم على الغفير بالسجن 10 سنين. نجاح الموجي اسمه على اسم أخوه الكبير اللي كان بيمشي على كرسي متحرك، وكان نجاح الموجي بيتفائل بأخوه كتير، وكمان هو اللي كان بيشجعه في بداية حياته الفنية. بدأ نجاح الموجي في بداياته مع ثلاثي أضواء المسرح، وفي أواخر الستينات لما رشحوا المخرج محمد سلام والفنان جورج سيدو في مسرحية فندق الأشغال الشقة سنة 1969. رحل الفنان نجاح الموجي بعد انتهاء من دور مسرحية مولد سيدي المرعب. لما رجع لبيته شعر بألم شديد في صدره، وقام مراته وأولاده بطلب عربية الإسعاف، لكن عربية الإسعاف اتأخرت في الحدود لمدة 2 ساعات فرحل بأزمة قلبية. المذيعة أيتن نجاح الموجي عاشت مع والدها الساعات الأخيرة في حياته، وقالت كان بيروح عند الشباك ويضرب إيده وبيصرخ وبيقول يا رب من شدة الألم. فشلت أيتن في إحضار عربية الإسعاف اللي وجدت واحدة عطلانة، والتانية السواق في أجازة، والتالتة اتأخرت زي ما احنا قلنا. وحاولت أيتن في الفترة الأخيرة إن تلاقي دكتور، إما رجعت البيت لقت والدها فارق الحياة. جنازة الفنان نجاح الموجي حضرها عدد قليل من الفنانين، منهم أحمد بدر والسيد راضي وسناء يونس ورانيا فريد شوقي والمخرج محمد أبو داهو. كان السبب في ده عنصر المفاجأة في عدد كبير من الممثلين ما يعرفوش بالخبر رحيله، فأذاعت التلفزيون المصري بخبر وفاته مرة واحدة الساعة 10 الصبح. رحل الفنان نجاح الموجي في فجر يوم الجمعة 25/9/1998، وشيعت جنازته من مسجد ربع العدوية بحي مدينة نصر. كانت آخر أعماله اللي شارك فيها نجاح الموجي قبل رحيله مسلسل الشارع الجديد سنة 1997، وبعدها بسنة قدم آخر مسلسل ظهر فيه وهو نحن لا نزرع الشوك. لكن كان بالتأكيد محدش يقدر ينسى أعماله كتير قدمها، أهمها دور الهرم في فيلم الشهير الكتكات اللي قام ببطولته الفنان الكبير محمود عبد العزيز. ورغم ان الدور بيغلب عليه دور الشر، لكن هو قدمه بخفة ظل. ادعوا له بالرحمة والمغفرة.